السلام عليكم شيرات، كي راكم معايا؟ ان شاء الله تكونوا بخير بصحه وسلامه يا رب العالمين. مرحبا بكم في قناتي، قناه وصفات بنت الحاجه. اليوم ان شاء الله باش نبارطاجي معكم هاد لا غوسيت اللي هي غوسيت حلوه جافه. اي معايا نشوفوا لي زانغريديون وطريقه التحضير ونبداو على بركه الله. بسم الله. الوصفه تاع اليوم عندي هنا 3 مغارف كبار تاع المرغرين، وعندي هنا قرصه تاع الملح، عندي 4 مغارف كبار تاع سكر غلاس ولا السكر الناعم، وعندي ساشي تاع لافاني، ونخلطهم هنا مليح مليح بالفوي. هنا اللي بغات دير الباتور دير. والمرقارين ولا الزبده لازم تكون طريه هكا باش تعاونكم في الخدمه. هنا كي خلطت مليح السكر ولا الزبده هذيك ولا المرقارين، درت هنا 2 صفار تاع 2 حبات بيض، خلطت يعني مليح مليح. ونزيد عليهم هنا 4 مغارف كبار تاع النشا ولا لا مايزينا، خلط مليح مليح تاني. هنا غادي نبدا نزيد في الفرينه حتى تلم لي العجينه كعجينه طريه ما تيبسوهاش. ومن بعد غادي نزيد 4 مغرف تاع قهوه تاع خميره تاع الكاطو. انا نبدا نزيد في الفرينه ونخلط بالفوي حتى نشوف ديك العجينه بدات هكا تشد روحها. نقلع الفوي ونكمل نلم العجينه. وكيما قلت لكم ما تيبسوهاش، خلوها طريه باش الكاطو تاعكم يجيكم هكا طري وشباب. هنا كي لميت العجينه غادي ندير هكا في ساشي باش ما تيبسليش. ايا نوجد السنيف فيه البابي كويسون، ونكمسه نكور في العجينه تاعي. هنا الحجم تاع الحبه زعما ديروا كيما تبغوا. انا درتها كيما هكا متوسطه خاطرش من بعدينا كي غادي يطيب غادي فيها الخميره تما غادي تضعف الحجم تاعها. وندير بهذا الطريقه كيما هكا نكور الحبه، ومن بعد ندير هكا بين يدي هكا ونحاول كيما هكا شغل نخبزها هكا كيما هاك ونكمل كاع وتشوفوا معي. هنا كملت العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا، النص درتو في ذا البلا والنص حبات درتهم في بلا واحد اخر. ومن بعد قضبت هكا هذا الاخرى هذه تاع الحسن غادي ندير بها هكا حفره في الوسط. فوالا. والعجينه هذه انا دارت لي 22 حبه تاع حلوى كما راكم تشوفوا بهذا الحجم هكا. ومن بعد غادي نديرها طيب. شعلت الكوشه تاعي على 160 درجه، نديرها طيب من التحت ومن الفوق تشوفوا معي. هنا طيبت الكاطو تاعي كما قلت لكم، شعلت الكوشه على 160 درجه ودخلت الكاطو يطيب من التحت ومن الفوق. هنا لتحت طيبته غير شويه برك، ومن بعد شعلت عليه 2 دقائق برك من الفوق وخرجته. هنا غادي نغطيه نخليه يبرد مليح مليح. من جهه اخرى عندي هنايا الكونفيتور تاع المشماش. انا درت 3 مغارف تاع ما وحميته شويه في الميكرووند باش يطلق روحه. وعندي هنا نواه كوكو. ايا ونبدا نغطس في الكونفيتور ونرمد في نواه كوكو كيما هكا. وهنا كي يكون نواه كوكو تاعكم مخشين تجيكم علامه الحلوه. واللي هنا ما بغاش تغطس الحبه تاعها دير بالبانسو هكا، تغطس داك البانسو في الكونفيتور هيا ودير بالبانسو. وفوالا من بعد نكملها بنفس الطريقه. هنا كي كملت رمت الكاطو تاعي في نواه كوكو، درته هنا في الكيسات كما راكم تشوفوا. ومن بعد عمرت الكونفيتور تاع الفريز في هذا الجيب حلواني. ومن بعد غادي نكمل نعمر في هذاك الحفر كيما هكا. الطريقه تجيكم سهله وتشوفوا معايا النتيجه الاخيره.
فوالا لاغوسيت تاع اليوم حلوى جافة بالكونفيتور ولا نوار كوكو، جات ما شاء الله الله يبارك، شهيتكم في الجنة ومتوحمة ما تسمح لي. فوالا حلوة سهلة ماهلة، توجد بالخف، والحاجة اللي فور عليهم قاع تجي علامة علامة بنينة وتذوب في الفم. بالنسبة للكونفيتور تقدروا ديروا كونفيتور تاع المشماش، ماشي شرط هذا. فوالا شوف الله يبارك كي جات. هنا غادي نقسم لكم الحبة تشوفوا كي جات. ومادام هذا الكاطو تما مادام يقعد مادام يزيد يولي طري، شوفوا الله يبارك ما شاء الله. فوالا هذه هي الغوصه تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونتمنى تجربوها، ونتمنى نتلاقاكم الوصفه القادمه بخير وعلى خير. اتهلاو لي في روحكم بزاف بزاف. السلام عليكم.